السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول إعدادي، معاكم مستر محمد دمراوي مدرس الدراسات الاجتماعية بالإسكندرية. وحشتوني كتير حبيبي. جاي لكم النهاردة بآخر درس في الوحدة الأولى، وهننزل لكم إن شاء الله مراجعات وحل أسئلة. انتظرونا واحدة واحدة، مش هننسيك، إحنا معاك لغاية ما تخش إن شاء الله امتحانك وتطلع. ركز معايا. درسنا النهارده من الدروس الجامدة جدا هو النبات الطبيعي. هنتكلم عن الحشائش وهنتكلم عن الغابات. يلا بينا. يلا بينا حبيب قلبي. عايز اقول لك ان النبات الطبيعي طبعا عندي نباتات طبيعيه، ولما يجي يقول لي عرف النبات الطبيعي، انا خدت الكلام ده وانا في ابتدائي. نبات طبيعي طبيعي من عند ربنا سبحانه وتعالى، انا بدخل فيه، انا مالي، ده اسمه طبيعي. يبقى النبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو تلقائيا دون تدخل الانسان، والله ما لي دعوه بيه. بس بينمو حسب كميه المطر حبيبي. عندي مطر كتير هيكون عندي حشائش كتير، ما عنديش عندي جفاف هيكون عندي بس الكميه بسيطه جدا. فالنبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو تلقائيا دون تدخل الانسان نتيجه تفاعل عناصر المناخ مع التربه. هل يتنوع النبات الطبيعي في الوطن؟ ايوه بيتنوع طبعا النبات الطبيعي. اشمعنى؟ النبات الطبيعي بيتنوع حسب المطر وحسب درجه الحراره، لسه قايل لك دلوقتي. يتنوع النبات الطبيعي حسب المطر وحسب درجه الحراره، فبيكون عندي تنوع. طيب، ومع النبات الطبيعي لما بيتنوع معاه الغابات، ولما يكون عندي غابات بيكون عندي حيوانات فبتتنوع. بصوا كلمة تنوع أنا كررتها كتير. المناخ هو اللي بيتحكم في كل حاجة، نبات وفي الحيوان، وبيتحكم في كل حاجة المناخ. فإذا حبيب قلبي ده عشان كده من أهم العناصر هي عناصر طبعا المناخ. طيب بص يا حبيب قلبي، بيقول لك النبات الطبيعي متنوعا، فمنه الأشجار ومنه الحشائش المثمرة وغير المثمرة، وما يتحمل العطش واللي بيطلع بس فيه نضرة أمطار. وقلت لك تعريف النبات الطبيعي. طب يلا بينا انواع النبات الطبيعي. انا عندي انواع النبات الطبيعي اختلفت. عندي غابات، عندي حشائش، عندي نباتات صحراويه. غابات، حشائش، نباتات صحراويه. هتكلم عن كل حاجه من دي واحده واحده وركز معايا بسم الله. قال لي اول حاجه الغابه. ما هي الغابه؟ كلكم بتتفرجوا على كرتون. انا بتفرج على كرتون، ايه المشكله؟ كلنا حبيب قلبي بنتفرج على كرتون. شفنا طرزان في الغابه، شفنا سيمبا، كل ده كرتون بنتفرج عليه. كلام جميل يا مستر. الكرتون ده حبيبي بتلاقيه غابة. تقول لي وتلاقي في الغابة حيوانات، وبتلاقي في الغابة أشجار. برافو عليك، أنا معاك واحدة واحدة. طب بص يا حبيبي، أنا هتكلم دلوقتي عن الغابة. هي أرض بها تجمعات شجيرية أو تجمعات شجيرية، يعني فيها أشجار. تجمعات كبيرة من الأشجار. تاني، تجمعات كبيرة من الأشجار كثيفة ومتشابكة، طالعة وكلها لازقة ببعضها، غابة. تمام، يبقى هي تجمعات كبيرة أو تجمعات من الأشجار ضخمة كثيفة ومتشابكة. طيب، الغابة دي باخد منها إيه؟ إحنا خدنا قبل كده في درس الأقاليم غابات نفدية اللي بتنفض أوراقها في فصل الشتاء وفصل الخريف. نفس الفكرة، باخد من الغابة باخد منها أخشاب، يعني مصدر للأخشاب. وتخلصنا من التلوث. حضرتك دلوقتي خدت في العلوم الواحد بيتنفذ اكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون، فالنبات بيتنفذ ثاني اكسيد الكربون ويطلع لنا ايه؟ اكسجين. برافو عليك. فهي نفس الفكره، فبيخلصنا من التلوث يا مستر الموجود عند الذي يمتص غاز ثاني اكسيد الكربون. يعني الغابه مهمه؟ هقول لحضرتك مهمه جدا جدا جدا. طب يلا بينا. عندي حبيبي تعددت عندي 4 انواع من الغابات. عندي اول غابات اسمها غابات استوائيه. الله، غابات استوائيه؟ غابات استوائيه. ده انا سمعت عندي اقليم استوائي، نفس الكلام. طب قلت لي ان الاقليم الاستوائي كان اقليم حار، نفس الكلام. الغابات الاستوائيه غاباتها او غابات بتنمو في المناطق الحاره. غابات استوائيه يعني عند خط الاستواء، ما هي برضو عند خط الاستواء، عشان كده اسمها غابه استوائيه. فالغابات الاستوائيه تنمو في المناطق الواقعه على جانبي خط الاستواء. طيب، من اهم اشجارها، انا قلت لك الغابه في البدايه فيها ايه؟ اشجار. يعني الغابات الاستوائيه فيها اشجار. هقول لك برافو عليك. كام شجره؟ 3 اشجار. عندي شجره اسمها شجره المطاط والماهوجني والكاكاو. الغابات الاستوائيه مطاط ماهوجني كاكاو. تاني، الغابات الاستوائيه مطاط ماهوجني كاكاو. يبقى الغابات الاستوائيه مطاط ماهوجني كاكاو. اشجار كثيفه دائمه الخضره، كثيفة متشابكة، مطاط ماهوجني كاكاو، ضمن الإقليم الاستوائي. واحدة واحدة معايا. عندها غابات، عندها غابات. عندها حيوانات، عندها حيوانات. إيه هي الحيوانات؟ عندي طيور، عندي زواحف، يا تعبانة يا سحلية،
يا تعباني ويا سحلية. طيب فعندها زواحف، يبقى عندها طيور وعندها زواحف وعندها لا مؤاخذة القرود اللي بتنطط. انتوا عارفين طبعا القرود اللي هو بعدين نعرفه. طيب فاذا عندها طيور ملونه وعندها زواحف وعندها زواحف وعندها طيور ملونه وعندها حاجه مهمه جدا جدا وهي القرود. وده كده الاقليم او ده كده اول غابه سوري هي الغابات الاستوائيه. اشجار، مطاط، مهوجني، كاكاو، حيوانات، قرود، زواحف، طيور. تاني غابات هي غابات البحر المتوسط. غابات البحر المتوسط جاي من اسمها، غابات بحر متوسط دي بتنمو في اقليم البحر المتوسط. وقلت لك اقليم البحر المتوسط اقليمه معتدل لذيذ. ده عندنا مستر، هقول لك صح، يعني ده في اشجار دائمة الخضرة تتحمل الجفاف. هقول لحضرتك برافو عليك. اشجار دائمة الخضرة تتحمل الجفاف مثل الزيتون والفلين. الزيتون والفلين. بص انا ماشي معاك واحدة واحدة. البحر المتوسط مناطق معتدله، يعني بينمو فين؟ ينمو ضمن اقليم الواقع على مناخ البحر المتوسط، جاي من اسمه. عندهم زيتون، الزيتون والفلين. طب عندها حشائش، بلاش الحشائش، خلينا ماشيين بالترتيب. عندها حيوانات، الاغنام والماعز. يبقى عندنا في البحر المتوسط خرفان ومعيز. بحر متوسط خرفان ومعيز بس. بص الموضوع سهل. الاستوائي كان عندهم طيور وقرود وزواحف. اما البحر المتوسط المعتدل عندهم اغنام وماعز، فاذا من اهمها الماعز والاغنام. خلاص. الاقليم الثالث هو الاقليم الغابات النفديه، لسه قايل لك عليه قسما بالله وانا بشرح لك فوق الغابات. تنمو في المناطق البارده، المناطق المعتدله البارده اللي هو البارده، ولا منها معتدله ولا منها بارده، اللي في النص ما بين البنين اللي خدناها الغابات النفديه. طيب النبات الذي تنمو هي النبات، وقلت لك غابات نفديه. ليه سموها نفديه؟ ليه قلت لك سموها نفديه؟ لانها تنفض اوراقها في فصل الشتاء وفصل الخريف. فبما تفسر اطلقت على الغابات النفديه هذا الاسم. ليه حبيبي اطلقت على الغابات النفديه هذا الاسم؟ لانها تنفض اوراقها، بتوقع اوراقها في فصل الشتاء والخريف. طب يا مستر اهم اشجاره، انا عندي شجر اسمه او عندي خشب اسمه خشب الزان، وده من اجود انواع الخشب اللي موجوده عندي، وده كان موجود عندي في غرب اوروبا. فاذا من اهم اشجاره خشب الزان اللي انا باخده منه طبعا لما بينفض اوراقها فبيتبقى له الغصن، فباخد الخشب ببيعه زي الزان. والبلوط، يبقى الزان والبلوط. طبعا عندهم حيوانات القطه. حلو. والسنجاب، قط والسنجاب. والطيور والثعلب. ما انا خدت فوق طيور، بس فوق حبيبي في الاستوائي كانت طيور ملونه، تحت ما قلتش ملونه، قلت لك طيور. تمام؟ يعني قطه، سنجاب، طيور، ثعالب. تاني، قطه، سنجاب، طيور، ثعالب. ودي الحيوانات طبعا، وده طبعا الغابات النفديه. عندي اخر نوع من الغابات اللي هي غابات السنبوريه. فيها سؤال مهم جدا زي النفديه. النفديه لانها تنفض اوراقها. السنبوريه تنمو طبعا في اخر منطقه وهي المناطق البارده. مناطق ايه؟ بارده. مناطق بارده. تاني، وطالما قلت بارده يبقى في الجو ساقع تلج. طب ليه سموها غابات سنبوريه او اشجار دائمه الخضره؟ مغطاها اوراق تاخد شكل مخروطيه. على فكره ممكن ما تجيلكش سنبوريه وممكن تجيلك مخروطيه، الاتنين واحد. سموها غابات اخده شكل مخروطي ليه؟ حتى لا يتراكم عليها السلوج. تاني يبقى سموها مخروطيه ليه؟ حتى لا يتراكم عليها السلوج، ما ينفعش التلج يقعد عليها، عشان كده سموها ايه؟ مخروطيه حتى لا يتراكم عليه السلوج. مثل طبعا الصنوبر والشربين، من اهم اشجارها الصنوبر والشربين. تاني عايز ارجع بقى معاكم كده واحده واحده. لو اتكلمت عن النباتات، الاقليم الاستوائي، ركز معايا. الاقليم الاستوائي قلت لك كاكاو، مهوجني، مطاط. كاكاو، مهوجني، مطاط. بحر متوسط قلت لك زيتون وفلين. قلت لك غابات نفديه، قلت لك الزان والبلوط. طب غابات نفديه اللي هي الغابات السنبوريه، قلت لك عندي الصنوبر والشربين اللي هي المخروطيه. تمام؟ الصنوبر والشربين، وسموها مخروطيه حتى لا يتراكم عليها السلوج. نرجع للحيوانات. قلت لك الاقليم الاستوائي، قلت لك عندي حيوانات ايه هي؟ طيور ملونه، زواحف، طيور. بحر متوسط قلت لك عندي خرفان ومعيز. غابات نفديه قلت لك عندي السنجاب وعندي القط والطيور الملونه والثعلب. طب اما بقى الغابات السنبوريه عندهم الثعلب القطبيه اللي هي الثعالب القطبيه اللي هو الثعلب القطبي. ماشي، يبقى ده كده الغابات بتاعه الغابات اللي موجوده عندي في البحر المتوسط وموجوده عندي. طيب اثر الغابات على الانسان على الغابه. هل الانسان ممكن ياثر على الغابه؟ اكيد طبعا الانسان ممكن ياثر على الغابه. ياثر عليه ازاي يا مستر محمد مروان؟
انا دلوقتي بستخدم ايه؟ قال لك انا دلوقتي ممكن اروح اشيل الاشجار. طب لو جه سؤال قال لك بما تفسر ازاله الانسان مساحه واسعه من الغابات مثل الغابات النفطيه ليستفيد طبعا من الاخشاب ويحل محلها الزراعه، مما يؤدي الى ايه؟ النتائج المترتبه الى ازاله الانسان مساحه واسعه من الغابات. لما انا اشيل الزرع ده هيؤدي الى ارتفاع درجه الحراره، طبعا هيؤدي الى ارتفاع درجه الحراره، وهيكون عندي خلل في التوازن البيئي، خلل بالنظام البيئي، خلل بالنظام البيئي. وهتختلف طبعا انواع كثيره طبعا من الحيوانات والنباتات والطيور، فهتختلف ده بسبب اثر الانسان على البيئه. حلو، قال لي كلام جميل. 2 عندي حشائش. طيب بص يا مستر، دي خريطه بتاعت الحشائش، تمام؟ عندي الحشائش عندي تنوعت. ايه هي الحشائش؟ يبقى انا اتكلمت خلاص عن الايه؟ اتكلمت عن الغابات، انا قلت غابات وحشائش ونباتات صحراويه. طب عندي كام من الغابات؟ انا عندي من الغابات والحشائش يا حبيبي عندي هناخد 4 انواع من النباتات. طيب زي ايه؟ عندي الحشائش الحاره اللي هي السافانا. السافانا عند 4 برضو، سافانا. والسافانا حاره، ولما اقول لك حاره تقول لي عند الاستواء. تاني، السافانا حاره، ولما هقول لك حاره عند خط الاستواء، عشان كانت حراره مرتفعه طوال العام، امطار تسقط طوال العام. يبقى السافانا هي حشائش حاره، السافانا حاره. تنمو في الغابات الاستوائيه يعني عند خط الاستواء. وطبعا حشائش طويله وتنمو حسب كميه وكثافه المطر، يعني تنمو حسب كميه المطر، مهمه جدا جدا. ولكن تعتبر السافانا حديقه حيوان طبيعيه، السافانا حديقه حيوان طبيعيه بما تفسر. ليه السافانا نزهه؟ هتقول لي السافانا نزهه عشان فيها حيوانات اكلت عشب وحيوانات اكلت لحوم، فلذلك تعتبر السافانا حديقه حيوان طبيعيه لان بيها حيوانات اكلت العشب وحيوانات اكلت اللحوم. طيب وده كده ده كده اول اقليم. يعني حشائش اكلت العشب شبه الغزلان والزرافه والفيل، اكلت لحوم زي اسود نمور ضباب. عندي حشائش المعتدله اللي هي الستبس. يبقى انا كده اتكلمت عن الحشائش الحاره. معتدله يعني ده بحر متوسط، يعني ده بتنمو في المناطق المعتدله الدفيئه، يعني عند البحر المتوسط معتدله. حاره كانت سافانا، ستبس معتدله. لسه قايل لك ده حشائش طبعا قصيره، طبعا تستخدموها كمراعي. مراعي يعني بتربى عليها، لو بصيت في الاخر فبيتربى عليها الاغنام والماعز اللي هي الماشيه والاغنام زي الجاموسه والبقره. طيب عندي بعد كده رابع نوع من الحشائش هي تنمو في الاقليم البارد، هي اسمها التندرا. تندرا، ده مستر ده الدرس طلع سهل، ده والله العظيم من الدروس سهله جدا، بس دماغ حفظت الاقاليم اطبق عليه، مفيش موضوع. التندرا طبعا بارده، يبقى انا اتكلمت عن حاره سافانا، معتدله ستيبس، بارده تندرا، واوعى تنسى الصحراويه هناخدوه دلوقتي. تنمو في الاقليم البارد، وهي طبعا عباره عن طحالب وحشائش سريعه النمو، تنمو في المناطق البارده خلال فصل قصير جدا. فانا دلوقتي عندي خلال فتره قصيره جدا. ليه يا مستر؟ لانها تنمو بشكل سريع في الصيف القصير طبعا. طيب من اهم حيوانه عنده اسمه حيوان الرنه، وده طبعا حيوان عامل شبه الغزاله طبعا، بيدلعوه بيقولوا الكاريبو، وعامل شبه الغزاله، وده بينمو في المناطق البارده. وده اقليم التندرا، بتنمو حشائش طحالب خضراء وحشائش سريعه، وعندي حيوان اسمه حيوان الرنه. مفيش موضوع، سهل. حره يعني خط استواء اسمها سافانا، دي حشائش طويله بتنمو حسب كميه المطر، عندها حديقه حيوان طبيعيه لان فيها حيوانات اكله عشب وحيوانات اكله لحوم. ستيبس مناطق معتدله يعني بحر متوسط، يعني مناطق معتدله، ودي طبعا حشائش قصيره عندها الاغنام وعندها الماشيه. السافانا تندرا عندها طحالب خضراء بتنشأ طبعا نتيجه ذوبان الجليد، هتاخدوا الكلام ده لما تطلع في سنه ثالثه اعدادي. وطبعا بتنمو في سرعان سريعه جدا جدا وتموت بقدوم فصل الشتاء، يعني هي بتنمو في الصيف وبتموت في الشتاء. طبعا عندها حيوان اسمه حيوان الكاريبو. بعد كده عندي النباتات الصحراويه، والنباتات الصحراويه كلنا عارفينهم طبعا. عند الصحراء هي ارض جافه شبه خاليه من النبات الطبيعي، تنمو في الصحراء، تمام. عندي النبات الصحراوي هو نبات يتحمل الجفاف والعطش. طبعا نباتات صحراويه نباتات بتتحمل الجفاف والعطش، نباتات تتحمل الجفاف والعطش. طيب بس ليه جذور طويله؟ ليه الجذور بتاعته طويله؟ عشان تشفط تسحب، لسحب المياه يبقى له جذور طويله. ليه امتصاص المياه. فاذا له جذور طويله مثل النخيل. ليه يا عم جذور طويله مثل النخيل؟ لامتصاص المياه. القدره على تخزين كميه كبيره جدا من الميه زي مين اللي بيتحمل الجفاف؟
اوعى تنسى التين الشوكي، واوعى تنسى الصبار. اي حاجه بتشوكك دي بتتحمل الجفاف وبتخزن ميه. عندي حيوانات، عندي زي الزواحف والابل والوعور. المهم عندي الزواحف ممكن الاقي تعبان، الابل، الوعور، كل ده يلا زواحف، ابر، الوعور، كل دوت موجود عندي في الصحراء. طيب انا كده اكون خلصت درس الحشائش والغابات والنباتات الصحراويه. اتكلمنا عنهم واحده واحده، اتكلمنا عن الغابه والحشائش وعرفنا انواعهم. كده احنا خلصنا الوحده. هنخش ان شاء الله في الوحده الثانيه، بس قبل ما نخش على الوحده الثانيه هنزل لكم مجموعه من الاسئله مهمه جدا. انتظرونا ان شاء الله الحصه الجايه، عاملين لكم شغل عالي جدا، في مفاجآت كتير، بس ما تنساش حضرتك تدعمنا. اشوفكم الحصه الجايه، سلام.